مش كل حاجة بتبان قدامك تبقى الحقيقة، في عالم كله وعود ومكاسب سريعة. السؤال المهم مش هتكسب ولا لأ، السؤال حقيقي، هو البرنامج ده كده وبس ولا في حاجة ما وراء الظاهر؟ سنة 2007 في مدينة روسية ظهر 3 شباب بدأوا يفتحوا محل مراهنات أرضية، زي مثلا كشك سجاير وجنبه شاشة كمبيوتر تراهن عليه. بس الموضوع كبر منهم، المحلات زادت والفلوس كترت، وقالوا لنفسهم ليه نوجع دماغنا بالكلام ده كله، احنا ننقل شغلنا كله اونلاين. وهنا بدأ موقع المراهنات. روسيا قالت لا يا جماعة، الموضوع ده خطر ولازم يدفع فيه ضرائب تقيلة. اصحابنا ال3 اكيد دفعوا. لا، الموقع فضل شغال في روسيا من تحت الترابيزة لحد سنة 2014. طلع عليهم حكم بقضايا كتيرة: غسيل أموال وتهرب ضريبي وتنظيم قمار غير شرعي. بس لما الشرطة راحت تقبض عليهم ما لقيتش غير الهوا، فص ملح وداب. فين الناس يا جدعان؟ راحوا قبرص وكان معاهم مليارات ساعتها. طب خلاص يا جدعان بطلوا بقى، كفاية. لا، احنا مش بس هنكمل، احنا هنحتل العالم. بدأوا من قبرص، أكبر عملية مراهنات في التاريخ. بس في حاجة غريبة في الموضوع، لو هم هربانين ومطلوبين، ازاي الموقع شغال وليه رخصة؟ سؤال حلو، وهنا تيجي الخدعة الكبيرة. رخصة كوراساو دي عبارة عن جزيرة صغيرة تابعة لهولندا بتبيع رخص مواقع القمار زي ما بتشتري لبن من السوبر ماركت بالظبط. تدفع مبلغ كل سنة ويديك رخصة عشان تقول إنك قانون. نيجي بقى لأكتر حتة مستفزة في الموضوع. أنت كشركة رخصتك مضروبة وأصحابك هربانين وممنوع تشتغل في بعض الدول، تعمل إيه عشان يثقوا فيك؟ الموضوع بسيط، هتعمل غسيل سمعة، تروح تدفع ملايين لكيانات عملاقة زي برشلونة والدوري الإيطالي وغيره، عشان الشاب الصغير لما يشوف شعار الموقع جنب شعار محترم زي ده يتخدع إن الموقع برضه محترم. وده أكبر عملية خداع بصري في عالم البيزنس. تبقى قاعد بتتفرج على فيلم والدنيا حلوة ومرة واحدة يطلع إعلان صوته يسمع لآخر البلد عن الموقع. طب ليه؟ ليه شركة بتكسب مليارات بتعمل إعلانات في مواقع سرقة أفلام أو أي مواقع تانية؟ ده كله بسبب التارجت. بكل بساطة، أصحاب الشركة عارفين الزبون راجل غلبان سهران بالليل بيدور على ترفيه مجاني، ما عندوش مانع يجازف، وغالبا مفلس وعاوز فلوس بأي طريقة. او تبقى قاعد على اليوتيوب وتلاقي واحد بيقول لك يا جدعان الحق ثغرة الطيارة، انا حولت 5 جنيه وربع ل50 الف مليار جنيه في دقيقة. رقم مش عارف اقراه اصلا. طبعا مش محتاج اقول ان الشخص ده كذاب او بصراحة هو ممثل شاطر. تعال نفهم الحوار ده. بص يا سيدي، اليوتيوبر دول بيتقسموا لنوعين: نوع غلبان الشركة بتديه 50 دولار او 100 دولار عشان يعمل لها اعلان، والنوع التاني بين قوسين كده الحيتان. بص يا عم، لما تلاقي حد بيكسب 10 مرات ورا بعض والرصيد بتاعه فيه 1,000,000 جنيه، عقلك بيتشل. اكيد الراجل ده عنده سر. صح، فعلا هو عنده سر، والسر ان الحساب اللي بيلعب بيه ده اسمه ديمو اكاونت. ده حساب الشركه بتديهوله مشحون بفلوس وهميه، وكمان الحساب ده الخوارزميه بتاعته متعدله عشان يكسب بس. وهو يلعب يكسب، يجيلك حماس تنزل انت التطبيق تشحن بفلوس حقيقيه اللي انت تعبت فيها وتخسر في دقيقتين. حرفيا بيع الوهم عشان يقبض الحقيقة. بس الناس دي مش بتاخد فلوس مقابل الاعلان بس، لا، ده الشركة بتتفق معاهم انهم لو حد سجل بالبرومو كود بتاعهم اي فلوس الزباين يخسروها انت ليك نسبة. ركزت في الجملة؟ ليك نسبة في الخسارة مش المكسب. يعني الشخص اللي بيحلف لك انه عاوز مصلحتك، مصلحته الوحيدة هي انك تخسر. عشان كده تلاقيه عمال بيموت نفسه عشان تكتب الكود، يا عمال يقول لك سجل وخد ضعف الشحنة ويقنعك بأي طريقة عشان تسجل، ولو بطلت تلعب ينزل استوريات تانية علشان يرجعك للمصيدة. ألف ألف مبروك، أنت سمعت كلام الإنفلونسر وحملت التطبيق. هتلاقي التطبيق بعت لك رسالة ويقول لك خش في حفلة جوه. تدخل يقول لك الحق عرض ال1000، اعمل إيداع ب1000 وخد 1000 هدية. ده إيه الجمال ده؟ أحط 1000 وأسحبهم 2000 بالسرعة دي؟ تلاقي البرنامج بيقول لك أنا قلت كده يا ابني، أنت نسيت تقرأ الشروط يا حبيبي. خد اقرأ الشروط، هات يا عم. بكل هدوء وبساطة، عشان تاخد الباك والهدية حضرتك لازم تراهن ب5000 جنيه. ما هو الشركة مش غبية عشان توزع فلوس. البونص فايدته يكسر حاجز الخوف بس، بيخليك تلعب بقلب جامد. ما هي فلوسهم مش فلوسك، بس عقلك بيتعود على الريسك العالي. ولما البونص يخلص وتخسره، وده الأكيد، هتلاقي نفسك بتشحن من فلوسك الحقيقية. وهنا المصيدة اتقفل. زمان لما الواحد بيلعب قمار كان لازم طقوس معينة: تلبس بدلة، تحول فلوسك لعملات وغيره. طب دلوقتي الكازينو في جيبك في أي مكان. بس تعالى بقى، التطبيق مش شكله قمار أصلا، لا، ده أكنك منزل لعبة عادي. ألوان حلوة، صوت يطلع لما تكسب، حرفيا بيضحكوا على دماغك عشان يبان إنه بيلعب لعبة عادية. بس أنت بتضيع ساعة عمرك في الأرض. تعال نقول حتة علم نفس مهمة نحاول نفهمها. في عالم جاب حمامة وحطها في قفص وحط زرار،
في الأول خلاها كل ما تدوس على الزرار ينزل لها أكل. الحمامة فهمت، داست، أكلت، شبعت، سابت الزرار. طب ما حلو، إيه بقى؟ اصبر بس يا عم أقول لك أهو. غير النظام، خلاها تدوس وما ينزلش أكل مرة، ومرة ينزل، ومرتين ما ينزلش، ومرتين ينزل، وعشر مرات ما ينزلش. الحمامة قالت الراجل ده هيتعبنا ولا إيه؟ اتجننت وقعدت تضغط على الزرار ومش بتوقف حتى لو هي مش جعانه. ليه يا عم بيحصل الكلام ده؟ لان لما الواحد يكون مش متاكد من حاجه المخ بيفرز هرمون السعاده اضعاف ما بيكون متاكد. وده بالظبط اللي بيعمله معاك البرنامج. انت بتكسب مره وتخسر 10، فتبقى عاوز تضغط مره واثنين وثلاثه. نيجي بقى لاخطر لعبه عندهم، لعبه الطياره. بكل بساطه دي عباره عن طياره بتطير، والرقم اللي بتراهن بيه بيتضرب، يا اما في 2 يا اما في 10 يا اما في 5. المطلوب دوس صح قبل ما الطياره تفرقع. لو دوست بدري هتكسب قليل، ولو خليتك مستني ممكن تكسب وممكن تخسر كل حاجة. هنا بيحصل حاجة اسمها مغالطة النجاة. لما الطيارة تفرقع عند رقم كبير وانت ما دوستش، او لما تفرقع بعد ما دوست بثانية، المخ بيسجل الخسارة القريبة من المكسب اكنها مكسب. مخك ساعتها بيفرز مواد كأنك كسبت بالظبط، وده بيخليك تقول المرة الجاية هجيبها وتشحن تاني. بنوصل للمرحلة الأخيرة والمدمرة، مطاردة الخسارة. انت بدأت لعبة في الأول عشان عاوز ايفون، انت خسرت 5000 جنيه، انت مش عايز اي حاجه من الدنيا غير ال 5000 دول يرجعوا لك، وهتحرم تلعب تاني. ودي اخطر مرحله ممكن يوصل لها الانسان، لان قراراتك بتكون انتحاريه. تستلف فلوس مش بتاعتك، بتبيع حاجات من البيت، والكارثه ان لو كسبت ورجعتهم مش هتبطل برضه. دي الدايره اللي البرنامج عاوزك تلف فيها عشان يخليك تخسر كل فلوسك. لازم تفهم انك مش بتلعب خصم، انت بتلعب احصاء في عالم البرمجه. مفيش حاجه اسمها حظ مطلق. تعال نفهم. بص، الشركه لو دخلها مثلا مليون جنيه، الشركه ليها مثلا 100 ألف صافي ربح، و900 الباقيين تبدأ إن هي توزعهم ربح للناس. فأنت لما بتكسب أنت بتكسب فلوس غيرك، مش الشركة هي اللي بتديها لك. طب هتقول لي يا عم دي ألعاب، أنا بفهم في الكورة وبراهن على ماتشات حقيقية، دي ما فيهاش لعب في الكود. هقول لك برافو، بس أنت نسيت إن اللي بيحط الاحتمالات خوارزمية ذكية جدا. بتعمل ايه دي كمان؟ بتظبط الأرقام لحظة بلحظة عشان تضمن إن مجموع المراهنات على الفريق تساوي الفريق التاني. مثلا لو فريق برشلونة والريال بيلعبوا بعض ولقوا الناس كلها بتراهن على الريال، يقوموا مقللين الربح بتاعه ومزودين ربح برشلونة عشان يغروا الناس تراهن الناحية التانية. من الآخر مهما الماتش خلص كام كام، هم بياخدوا فرق الفلوس بين الكفتين، والوحيد اللي بيخاطر بالفلوس بتاعته هو انت. هم شغالين بنظام السمسار اللي ما بيخسرش ابدا. نيجي بقى للسؤال المهم، هل لعبة الطيارة عشوائية ولا شغالة بنظام محدد؟ الشركة بتقول إن النتيجة بتتحدد أصلا قبل ما الجولة تبدأ. ماشي، بس مين اللي بيحدد توقيت الانفجار؟ طبعا السيرفر. طب تفتكر السيرفر ده بيوزع المكاسب بالعدل؟ يعني لو في 1000 واحد مراهنين بمبالغ كبيرة في جولة واحدة، تفتكر الخوارزمية تخلي الطيارة توصل لرقم عالي وتدفع للناس دي كلها ملايين؟ لأ طبعا، مستحيل. في الجولات اللي فيها مراهنات عالية غالبا الطيارة بتفرقع في مكان قريب جدا علشان تلم الفلوس دي كلها. وفي الجولات اللي الناس مراهنة فيها بملاليم تسيب الطيارة تطير عشان تغري الناس. الكمبيوتر بيحسبها فلوس داخلة وفلوس خارجة، مش حظ. كل اللي فات ده كوم، واللي جاي ده كوم تاني خالص. لأن أصعب ليفل في اللعبة مش إنك تكسب، أصعب ليفل هو إنك تاخد فلوسك، ده إذا خدتها أصلا. أول لما بتعمل طلب سحب بمبلغ كبير، فجأة المعاملة اللطيفة بتختفي وبيظهر الوش الحقيقي. بيطلبوا أي حاجة تنفع تطلب أو ما ينفعش تطلب حتى. طب ليه بيعملوا كده؟ هم عارفين سيكولوجية الشخص اللي بيلعب كويس، عارفين إنك لما تكسب بيبقى عندك رغبة إنك تصرف الفلوس دي أو تلعب بيها تاني. فلما يأخرك وإنت رصيدك قدامك بس مش عارف تمسكه، هتعمل إيه يعني؟ هتزهق وتقول ألعب دور واحد بس عقبال ما يوافقوا. وفجأة الحمد لله رسالة الموافقة جت ودلوقتي تقدر تسحب. بس للأسف يا بطل انت رصيدك صفر. آخر خدعة تقنية الجليتش، بتلعب عادي وكسبان فلوس كتير وفجأة النت فصل. لا، هو مفصلش ولا حاجة، النت زي الفل بس السيرفر فصل. ولما بترجع تدخل تلاقي الجولة خلصت والفلوس راحت. لازم تعرف إن البرنامج كله قايم على الغش. احنا عمالين نتكلم على الفلوس اللي بتروح بس عمرنا ما سألنا الفلوس دي كانت بتاعت ايه. دي كانت مصاريف عملية لأم مريضة أو فلوس جمعية، وقصص كتير حقيقية. هسيب لك جزء منها في الوصف، وهسيب لك برضو أسامي تطبيقات بتعمل حظر إجباري للمواقع دي. ويا رب بعدنا عن أي سكة فيها مراهنات أو قمار، وقربنا دايما للرزق الحلال.
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم